دي سوزي الأردنية، وأعتقد معظمكم عارفينها، ولو مصادفش إنكم شفتوها قبل كده فهي بنت من مشاهير السوشيال ميديا، و2 كيلو جبنة كانوا السبب في شهرتها. سوزي غير كل بنات التيك توك، أصلها تابت عشان خاطر جمهورها يكون راضي عنها، ولأن حالتها مختلفة بالنسبة لي وعمري ما شفت زيها قررت أسيب جوزي ورا صاحبتي بحواراته الكتير كلها، واستدعيت روح المحقق كونان اللي جوايا عشان أعرف قصة سوزي الأردنية من طقطق لسلام عليكم. بص يا سيدي، في الأول كده سوزي الأردنية ما طلعتش أردنية ولا حاجة، دي بنت مصرية أبا عن جد. كل الحكاية إن قرايبها أغلبهم في الأردن، عشان كده اتعرفت باسم سوزي الأردنية. سوزي دي بنت كلها تلقائية، وأفعالها واصلة لمرحلة إنها بتقول الكلام من غير ما يعدي على عقلها حتى. هي كانت زي أي بنت بتحلم تبقى مشهورة، عشان كده عملت حساب على التيك توك وبدأت تنزل عليه فيديوهات، لكنها كانت عكس كل البنات هناك، لأنها الوحيدة تقريبا اللي عندها مبدأ، وخلت شهرتها مشروطة بإن الناس لما تشوفها تفتكرها بخفة دمها مش بحاجات تانية لا سمح الله. وعشان تحقق الهدف ده قررت إنها تتخلى عن لبسها المكشوف وتلبس لبس مناسب علشان تنال إعجاب جمهورها. ومن هنا أهل منطقتها حبوها وبدأوا ينادوها الفنانة راحت، الفنانة جت. معاهم حق يا جماعة، ما هي عاملة فيوز تأهلها لكده وأكتر. عشان كده حست بقيمة نفسها وبدأت تمشي وتقول اتهدي أرض ما عليكي قدي. المهم سوزي كانت معروفة عادي بخفة دمها، بس السوشيال ميديا كلها اتفاجئت من كام يوم بعد فيديو خناقة سوزي مع باباها، واللي بدأ بكلام عادي وانتهى بخناقة كبيرة جدا بتقول فيها أنا فاتحة لايف وبلاش تستفزني، أنا مديك 10,000 جنيه يبقى تسكت، ولو عصفتني أكتر من كده هكسر التليفونات دي كلها ومش هيهمني حد. ده طبعا غير خناقتها مع باباها من كام يوم، دي كانت خناقة كده على الماشي والناس نسيتها. أما بقى خناقتها من كام يوم مع باباها واللي طلعت فيها الفيديو بتقول انت بتدي فلوس لعمتي، دي فلوسي انا وبتديها لها من غير ما تقولي كمان، خلت الناس ما يسكتوش وقالوا ليها انها بتعاير باباها. سوزي ما سكتتش هي كمان وطلعت بفيديو بتعيط وبتقول ان باباها ساب البيت وهي ما كانش قصدها تزعله، وفعلا نجحت انها تصالح باباها وطلعت معاه في فيديو بيهزروا مع بعض. الواضح ان سوزي اتحرمت من حنية مامتها، عشان كده طلعت تعيط لما باباها ساب البيت ومشي. وقالت سوزي عن علاقتها بمامتها أنا مهما أصفى من ناحية أمي بفتكر إنها اتنازلت عني في يوم من الأيام وبرجع تاني لنقطة البداية. سوزي الناس كلها مفكراها إنها بتظهر تفاصيل حياتها، بس اتضح غير كده خالص، دي بتظهر أدق التفاصيل، لدرجة إنها ظهرت في فيديوهات بتقول فيها إن باباها بخيل جدا وما بيرضوش يصرف على البيت. بس في الأول والآخر محدش عارف هل ده مجرد تمثيل عشان المشاهدات ولا إيه حكايتها سوزي هي كمان. احنا متعودين ان اي حدث بيحصل في حياة سوزي بتقوله لكل جمهورها على السوشيال ميديا، بس هي كمان مؤمنة بالحسد، عشان كده قالت ان مامتها لما جابت تليفون تاتش ما كانتش بتاكله ولا بتسال عنه، ولما وصلت ل 2 مليون متابع حسابها اتقفل وابوها جات له جلطه. يعني الناس مش سايباها في حالها. سوزي زي اي بنت في سنها عايزه تعيش مشاعر الحب مع شخص من سنها، والبنت متاخرتش وارتبطت بولد اسمه طارق، وكان بينهم قصه حب خياليه كل جمهور السوشيال ميديا كان بيحكي عنها. بس هي قالت انها زهقت من العلاقه دي لانها طولت، ومع ذلك لا بياخدوا خطوه لقدام ولا بيرجعوا خطوه لورا. وكلامها ده بصراحه بيفكرني بمثل زي اللي رأسه على السلام لا طاله سما ولا طاله ارض. الغريب ان سوزي بالرغم من انها متضايقه من العلاقه دي، لكنها كل ما بتتخانق مع طارق بتطلع على السوشيال ميديا وبتقعد تعيط وتترجاه وتقول له عشان خاطر رجع لي يا طارق، وهو بيستجيب وبيتخانقوا وبتطلع تاني وبيتخانقوا سوا وبترجع تترجاه، وهي ماشيه كده وما بتخلصش. وانا عايزه اسال سؤال، ليه يا بنت الفرهده دي كلها ما تحددي موقفك معانا كده وما تتوهناش؟ كفايه علينا قصه الجبنه بتاعتك دي. سوزي شايفه ان الناس مش حابه علاقتهم وانها كتير على طارق، بس وجهه نظر الناس دي مش مهمه عند سوزي ولا حاجه، لانها بتحس ان طارق هو العوض في حياتها وكل حاجه حصلت ليه، وده اتاكدت منه بعد ما اشتقت لحنيته عليها لما بعدوا عن بعض شويه. سوزي من كتر حبها في طارق لما سابوا بعض شويه طلعت في فيديو تقول اصعب حاجه هي فراق شخص، انا عندي اخف على قلبي ان اتحرم من الشخص لو مات لكن ما اتحرمش من وجوده وهو عايش. وبعد كلام سوزي عن طارق رجع ليها، بس الناس حذروها وقالوا لها خلي بالك يا بنتي انه رجع ليكي عشان فلوسه وهو مش بيحبك، لو بيحبك بجد عمره ما هيزعلك الزعل ده كله. لكنها مش مقتنعه برأي الناس ده، الحب عميها، لانها بتقول ان هو ما بياخدش منها فلوس، بالعكس هي اللي بتاخد منه. شفتوا يا جماعه طلعتوا ظالمين البنايه ازاي؟ لان زي ما حضراتكم شايفين احنا واقفين قدام بنت جايز تكون الشهرة لحست عقلها شوية، لكنها قررت تتبع استراتيجية هبني نفسي بنفسي لو كل العالم ضدي. كنت أنا أروى سامح معاكم من فانز كلاب، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو سبسكرايب وتكتبوا رأيكم في كومنتس تحت.